هو بالاساس مطعم ديلك هون بالمنطقه هي عمره تقريبا 7 سنوات. الماركه موجوده من تقريبا عام 1957. هي ماركه عريقه، ماركه تركيه. الفكره المطعم هي بالاساس نحن جامعين الثقافه التركيه مع الثقافه العربيه، جامعين الاكل التركي بالضمن مع الاكل العربي. تقريبا عندنا بالمطعم 300 صنف اكل حاليا موجود، من الاطباق العربيه، الاطباق التركيه، الاطباق الايرانيه، حتى الاطباق الروسيه. زبايننا مختلف الجنسيات. مطعمنا ميزته هو انه مساحه الكبيره. مساحه المطعم تقريبا 2000 متر مربع، اطلالته على حديقه عامه. آه، كامل الاطراف في عندنا شبابيك. فالمطعم خاصه بالصيف الجو تبعه، الاطلال تبعه جدا يعني مرغوبه للناس. وهو مطعم فريد بالنوع بالمنطقه اللي نحن فيها، ما في هيك مطعم بهي المساحه وبهي الكبر وبهذا يعني الديكور والتصميم هذا الموجود عندنا الحمد لله. المطعم مقسوم لصالتين. الصالة هي تعتبر مطعم وكافيتيريا، والصالة الأخرى هي الأفراح والمناسبات. نحن بنساوي فيها قبل رمضان، كنا نساوي حفلات نهاية الأسبوع، ويصير فيها حجوزات كأعياد ميلاد، كخطبة، كزواج. كثير يعني مناسبات صارت عندنا. بالنسبة كمان بالإضافة للإيفنتات، النساء رائدات الأعمال، كثير صار عندنا فعاليات والحمد لله يعني اسم المطعم ارتفع. نحن بشهر رمضان أول شيء ساعات العمل مختلفة عنا. بنبلش نحن من الساعة 2 الظهر لحد السحور لحد الساعة 5 صباحا. عندنا برنامج الإفطار، هو ببلش وجبات الإفطار بعد الإفطار الساعة تقريبا 8، من 8 ل 12 بالليل في عندنا خيمة رمضانية، هي عبارة عن عود وكمان وقانون ودف، أغاني طربية وإلهيات، أغاني أناشيد رمضان يعني فينا نقول. هدول موجودين عندنا تقريبا 4 أيام بالأسبوع. بالايام العاديه رح نفتح من الساعه 8 الصبح للساعه 2 بالليل، دائما موجودين الحمد لله. عندنا بالنسبه للكادر، الكادر عندنا متنوع كبير، تقريبا نحن عندنا كادر بيشمل 25 شخص. بصراحة التطبيق أنا فوجئت إنه في تطبيق هيك موجود في تركيا، بيشمل شغلات جدا كبيرة. يعني أنا أول ما عرفته نزلت تطبيق. صفحات السوشيال ميديا ما شاء الله مليانة، يعني بالنسبة للمتابعين، بالنسبة للتفاعلات. تطبيق شامل لكل شيء، يعني أي شيء بنحتاجه ممكن نلاقيه فيه. ومثل ما حكيت مع حضرتكم يعني حيفيدني كثير بأحيانا نحن بلزمنا عمال، فبندور على منصات كثير إنه ننشر إنه نحن نبحث عن عمال. بالنسبة لتطبيقهم جدا تطبيق ناجح، وإن شاء الله بتمنى النجاح أكثر وأكثر.